وموال ازرق منيل ب 60 نيله. احنا هنكسب امتى؟ هنكسب امتى مع المدرب؟ طب يعني الواحد يطلع يقول ايه؟ الواحد عنده كلام وهم وبلاوي بسبب الاهلي وبسبب لعيبه الاهلي ومدرب الاهلي وموال ازرق منيل ب 60 نيله. احنا هنكسب امتى؟ هنكسب امتى مع المدرب ده؟ هنكسب امتى؟ الماتش زي الزفت، الماتش فيه كميه عشوائيه. هو هيغرك بس اللعيبه اللي عماله تجري رايحه جايه رايحه جايه، دول بيجروا ورا الكوره، حتى ما حصلوش بيلعبوا ال 31. مفيش باصه عدله، مفيش جمله بتتعمل، حرام عليك. حتى العرضيات، فريق متكتل من اول الماتش وعمال تهجم ومفيش كور ولا خطوره جوه منطقه الجزاء. طب انت بتلعب ليه؟ بنلعب 90 دقيقه ليه؟ عشان نعمل ايه؟ عشان نروح عند الجون؟ اللعيبه بتاعت وسط الملعب بيلفوا حوالين نفسهم كذا كوره. محمد هاني وزيزو جايين من المنتخب بيضربوا الخطوط كذا كوره، سيراميكا كليوباترا خط الدفاع بتاعه واقف على خط واحد بعد بعد دايره نص الملعب بالظبط. اللعيب بيقعد يفكر ويعزم، وزيزو عايز يجري وزيزو عايز يجري وزيزو عايز يجري. 4 لعيبه الكوره في رجلهم بتقف، ديانج، مروان عطيه، وحتى امام عاشور وياسين مرعي ومحمد هاني. ما تجروا الناس دي، ما تجروا الناس دي. ماتش الاهلي وحش جدا، زي الزفت، زي الزفت. انا مش عارف في ايه. في حاجه غلط، في حاجه غلط. بس على فكره مش هنتغر ونقول الاداء اتغير، الاداء ما اتغيرش، هو ده الطبيعي. كل الماتشات اللي فاتت لعبناها كده، وفي الاخر يا ابني اتغلب يا ابني اتعادل. علشان الفريق اللي قدامك بيبقى مجهز نفسه ذهنيا، كل لعيب فيهم مجهز نفسه ذهنيا هو يعمل ايه. انت لعيبتك مش فايقه ولا عارفه تفوق ولا هتفوق، لازم يحصل مصيبه. وانا حاسس المصيبه دي هتأدي في الاخر ان احنا حتى مش هناخد المركز الثالث ومش هنلعب كونفدراليه. الدليل على اللياقه الذهنيه بتاعه سيراميكا كليوباترا الجون اللي جابه فخري لقاي. فخري لقاي بيلاعب الدفاع بتاع الاهلي لوحده لوحده من الشوط الاول، والدليل على كده الجون. هو مستني فرصه والجون جه علشان دايما خطوطنا متقدمه. مش هقدر الوم شوبير، يعني هو عمل عليها اللي يقدر عليه، لان في كرات كتير قوي خط الدفاع بتاعنا بيبقى متقدم وشوبير بيبقى عامل زي الليبرو كده، فهو بيبقى طبيعه لعبه ان هو بيتقدم شويه. يعني مش هلومه على الجون اللي دخل فيه، يعني لان كل الفرقه زي الزفت. انا مش عارف ضربه الجزاء دي ما اتحسبتش ليه، يعني نفسي حد يطلع يبرر فعلا، لان في حاجات كتيره قوي في كاس افريقيا زيها واقل منها واتحسبت، وفي كاس العالم للانديه برضو نفس الموضوع، وهيجي للزمالك وبيراميدز كرات زيها وهتتحسب ضربه جزاء، وجي للزمالك كرات زيها واتحسبت ضربه جزاء عادي. انا مش عارف الحكم ليه ما حسبهاش. الكره جايه في ايده، هو الراجل بيتمشى في الملعب، بيتمشى جوه منطقه الجزاء، ايده مفروده، ايده يا باشا مفروده، مش جنبه، ايده مفروده مش لازقه حتى، ما شالهاش ومد ايده علشان يجيب الكوره، فهي ضربه جزاء. عامة يعني هم حتى لو ضربة الجزاء يمكن حسبت، هم جالهم فرصتين بانفرادين، طبعا قلبنا وقع فيها، بس كويس ان احنا تعادلنا. يعني ماتش زي الزفت.